الفنان أحمد آدم بيمر بأزمة صعبة جدا وظروفه بقت وحشة قوي، وما بقاش لاقي شغل ولا حد بيعرض عليه شغل، لدرجة إنه صعبان عليه نفسه، وقال إنه بيعيش أسوأ أيام حياته بعد ما بقى عاطل وحاسس بالظلم. وفي اليوم اللي فيه فنانين كتير اتعاطفوا مع أحمد آدم، ظهرت بعض الأصوات من شباب الفنانين بتبدي شماتتها في اللي وصل له الفنان بسبب تعاليه وغروره على البعض منهم في بداية مشوارهم. الفنان والمؤلف محمود حمدان قرر يتكلم، وشكله ما صدق الفرصة جات له عشان يكشف أصعب موقف مهين اتعرض له على إيدين الفنان أحمد آدم، واللي كان من 18 سنة. كتب محمود حمدان على صفحته على الفيسبوك: وفي 2007 أخدنا الدكتور جلال الشرقاوي عشان نمثل في مسرحية لأحمد آدم. كنا مجموعة من شباب أكاديمية الفنون ولسه في بداية طريقنا. أحمد آدم كان مغرور ومتعالي بشكل غريب. وأضاف حمدان: كنا قبل العرض بيوم وبنعمل بروفا جنرال، ودخلت أعمل دوري، ومن حظي السيء اللي كانوا قاعدين في الصالة ضحكوا. أحمد آدم وقف البروفة وقدام كل الناس سمعني أسوأ كلام يقولوا فنان محترف لشاب لسه بيشق طريقه: انت هتاخد فرصتك بس مش معايا، مع حد تاني، تقف مكانك ما تتكلمش. ولم يكتفي بذلك، قال لي كمان مش هتشتغل، يلا امشي. كمان قال خرجت من المسرح والدموع مكتومة جوايا، وأصحابي بيحاولوا يواسوني: مصطفى أبو سريع وحسني شتا وإبراهيم السمان وكمان محمد العمروسي. رحت صليت ودعيت على أحمد آدم وأنا منهار من البكاء. ومن 5 سنين كلمني منتج صديقي عشان أكتب فيلم الآدم، قلت له لو هتديني 100 مليون مش هكتب له. الآن بدعي له ربنا يفك كربه ويسامحه ويكرمه، وأنا مسامح. لكن بعد الضجة اللي حصلت بسبب المنشور ده، محمود حمدان حذف المنشور. قال أنا حذفته بعد ما تواصل معايا صلاح عبد الله ووفاء عامر. وقال كمان: أنا بالفعل سامحته لأن المسامح كريم، ولو جالي فرصة إني أساعده في الشغل بالتأكيد لن أتردد.